خلينا ناخد استاذ نادر شوقي وكيل اللاعب عمرو زكي. مساء الخير يا نادر. كابتن شوبير، ازي حضرتك؟ ازي اخبارك؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. تحياتي الكابتن عبد الواحد السيد ليك. اهلا بك يا سلام. اهلا ازيك؟ سلام عليك انت. بيمسي عليك. النهارده قرينا خبر انك تقدمت بشكوى او بطلب رسمي لمجلس اداره الزمالك لصرف مستحقات عمرو زكي. حصل. طيب يعني هل دي مقدمه لشكوى لاتحاد الكره؟ طبعا هو في جواب وصل نادي الزمالك يوم 2/11 وان عمرو زكي ما خدش مستحقاته لغايه دلوقتي، ولو ما حصلش ان في دفع هيحصل طبعا هنروح اتحاد الكوره والفيفا كمان. والفيفا كمان؟ ليه هتصعدوا ليه يعني اذا كان النادي في ازمه ماديه وهناك فرصه للحل يعني او للتفاهم؟ نعم. حضرتك عارفني كويس. نعم. انا دوري ان انا اجيب حق اللعيب بتاعي. نعم. واللعيب بتاعي من السنه اللي فاتت ما خدش فلوسه. واللعيب بتاعي كان اللعيب بتاعي هو الوحيد اللي في نادي الزمالك ما خدش فلوسه من السنه اللي فاتت. واللعيب بتاعي اتصاب السنه اللي فاتت ومحدش عالجه، هو اللي عالج نفسه، وانا اللي اخدت له ميعاد الدكتور ووديته المانيا يتعالج، وديته قطر يتعالج. واللعيب بتاعي حتى لغايه دلوقتي ما خدش مقدم عقده زي بقيه اللعيبه، بس هو الوحيد اللي ما خدش الفلوس بتاعت السنه اللي فاتت. حضرتك عارف ليه؟ لا. كويس، عشان كان في تخيل الناس اللي في نادي الزمالك ان عمرو زكي مصاب اصابه مزمنه. والحمد لله هو اعتقد ان هو وقف على رجله كويس وادى بدايه موسم كويس جدا وقوي جدا، وجه الوقت ان يعني نقول يا جماعه الراجل ده ليه فلوس ولازم ياخدها، يعني ما فيهاش حاجه عيب ولا حرام. والوحيد اللي ما تقدمش بشكوى على فكره برضه من الناس اللي مش هقول الوحيد اللي ما قدمش شكوى السنه اللي فاتت لفلوسه، يعني في 14 واحد بالتالي قدموا شكوى وهو ما كانش منهم وما طالبش باي حاجه خالص. نعم. فانا يعني انا شايف ان جه الوقت ان لازم الزمالك يدفع له فلوسه. بس هو السنه اللي فاتت كان مصاب، يعني ما كانش موجود في الملعب، وبالتالي كان هيقدم شكوى ازاي وهو مصاب يعني مش موجود؟ افندم؟ السنه اللي فاتت كان مصاب ما كانش موجود، ازاي كان هيقدم شكوى ومش موجود؟ لا هو لا ما فيش حاجه اسمها ان هو مصاب، هو في عقد ما بينه وبين نادي الزمالك يعني، والعقد ده بس كتير قوي بيقولوا يا استاذ نادر انه الزمالك صبر جدا على عمرو، انه اصاباته يعني كانت قعدت فتره طويله جدا، وان النادي صبر بشكل غير عادي، وانه الان بدا عمرو يشارك بشكل جيد ويؤدي بشكل جيد، مجرد شويه صبر لحد ما تنفرج الازمه. انا بكلمك بلسان الغائب، معلش. ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره، في حاجه اسمها ان في عقد، العقد متعاقدين في عقد. النهارده في حاجه اسمها نسبه المشاركه دي موجوده في مصر، هي 25%، دي تحاسبوا عليها لو هم بالعكس. لكن النهارده ما يكون مصاب وانت عامل دورك معاه. كابتن شوبير، عمرو زكي انا اللي واخد له المواعيد بتاعت المانيا قطر، ما حدش من نادي الزمالك كان بياخد المواعيد دي، ولا حد كان بيطلع معاه، ولا حد عارف كان هو فين. طب مدين مهله لحد قد ايه نادي الزمالك؟ افندم، لا المهله من يوم 2/11 لغايه 9/11 دي المفروض اللي كان نبتدي نتكلم مع بعض فيها. انا المفروض كمان يومين هطلع اتحاد الكوره. طبعا هتطلع اتحاد الكوره بعد يومين بالظبط. طب المفروض كان النهارده يعني، بس انا يعني بعد يومين ان شاء الله يكون. ما حصلش اي مفاوضات؟ ما حصلش اي رد؟ لا خالص خالص. يعني انت ممكن بكره تروح اتحاد الكوره؟ اكيد. بكره اللي هو بكره اللي هو الحد. الاثنين هيكون ان شاء الله. الاثنين باذن الله. يوم الاثنين. طب ليه مدي فرصه يوم الاحد للكلام للتفاوض مثلا؟ لا، مدي فرصه لنفسي ان انا اظبط الورق. تظبط الورق. هل طب اذا الزمالك دفع مبلغ جزء ولو يسير يعني، ده يبقى حل مؤقت ولا لازم تاخدوا مستحقاتكم بالكامل؟ كابتن شوبير، لا المستحقات بالكامل، لان هو الراجل بقاله كتير قوي. وبعد كده حضرتك ما تنساش ان عمرو زكي دخل نادي الزمالك فلوس كتير قوي. ده يعني يوم من الايام يعني دخل 25 مليون عمرو زكي. مستحقاته كام؟ مستحقاته المتاخره كام لدى نادي الزمالك؟ 2 مليون. 2 مليون بس ما اعتقدش ان الزمالك عنده 2 مليون جنيه يدفع. بص يا كابتن شوبير، يعني في حاجات كده ما اقدرش اتدخل فيها كاداره نادي الزمالك. كويس، بس نادي الزمالك جاب لعيبه كبيره، نادي الزمالك جاب صرف كتير، يعني صرف على لعيبه معينه، واعتقد ان عمرو زكي من اولاد نادي الزمالك وجاب فلوس كتير نادي الزمالك، فمن حقه انه ياخد فلوس. اذا لم ينجح الزمالك في تسديد قيمه عقد عمرو زكي، هل لديه عروض اخرى في يناير ممكن؟ عمرو زكي اكيد عنده عروض كتير قوي. داخليه ولا خارجيه؟ من الاثنين. ده مؤكد؟ اكيد. ما زال عمرو مرغوب اوروبيا ولا عربيا؟ يا فندم؟ مرغوب اوروبيا ولا عربيا؟ لا ما كانش ما يضحكش على بعض، طبعا خليجيه. خليجيه. اكيد. خليجيه وليست اوروبيه. خليجيه تركيه بس، لكن
اي حاجه ثانيه يبقى انا بضحك على حضرتك. طيب هل مدي ديدلاين او وقت محدد نادي الزمالك للرد النهائي؟ لا، اتحاد الكوره بقى هو اللي يتكلم عن الزمالك. اتحاد الكوره. نادر شوقي اشكرك شكرا جزيلا.